بعد خسارة يوفنتوس من ميلان 2-0 في شهر أكتوبر من السنة الماضية، دخل الفريق في سلسلة من الانتصارات بالدوري دامت لمدة 8 مباريات من دون استقبال أي هدف ومن دون أي خسارة أو تعادل. لكن تلقى الفريق أولى الصدمات بعد الخسارة الكارثية من نابولي 5-1 التي حطمت الفريق نفسيا. لكن الصدمة الأكبر كانت خصم 15 نقطة من رصيد الفريق بعد أن كان وصيفا للدوري الإيطالي، وذلك بعد أن أثبتت عليه تهمة التلاعب بقيم انتقال بعض اللاعبين وأكثرهم اللاعبين الشباب. والكثير شبهوا هذه الحادثة بفضيحة الكالتشيبولي التي حدثت سنة 2006، ولكن لكل من له دراية واسعة بالكالتشيبولي سيعلم أنها كانت فضيحة أكبر بكثير من هذه الفضيحة. Calcio italiano della tempesta, i carabinieri sequestrano documenti nella sede della Feneguai, Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina. Dalla TG1 oggi una giornata. نبدأ أولا بأصل اسم الكالتشيبولي، والذي بالمناسبة هو ليس اسما رسميا أو قانونيا، بل هو اسم تم اختلاقه من طرف وسائل الإعلام نسبة للتانجنت بولي التي كانت أيضا قضية فساد في التسعينات على مستوى الحكومة الإيطالية. الفضيحة ظهرت لأول مرة نتيجة تحقيقات لعدة مدعين عامين في وكالة GEA وورد، حيث اكتشفوا عدة تسجيلات هاتفية بين المديرين التنفيذيين للأندية الإيطالية ومنظمات الحكام بين موسمي 2005 و2006، وبالأخص موسم 2004-2005، حيث كانت معظم التسجيلات والتسريبات عنه. ومحتوى هذه التسجيلات كان عبارة عن تنسيق مع أغلب حكام الدوري الإيطالي حول بعض المباريات التي لا يجب أن يطرد فيها لاعب معين أو لا يجب أن يحصل على بطاقة صفراء إلى آخره من التساهلات أثناء المباريات، وليس تلاعب في نتائج المباريات. كانت هذه الاتصالات تحدث على مستوى خط هاتفي من سويسرا للينشتاين لسلوفينيا. تم شراء هذا الخط واستعماله من طرف ميلان، فيورنتينا، يوفنتوس، لاتسيو وريجينا، ولكن كان الأكثر استعمال لهذا الخط وهو المدبر الأكبر لهذه العملية هم اليوفنتوس برئاسة لوتشيانو موجي. بعد العثور على هذه التسجيلات وإثبات نواياها الخبيثة تم تقديمها مباشرة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في البداية لم يعير الأمر أي اهتمام، لأنه كان يعلم أن أي عقوبات ستطبق على هذه الأندية وبالأخص اليوفي والميلان سيضر بالدوري بأكمله. لكن في مايو 2006 تم تسريب كل ما يخص هذه الفضيحة للإعلام الإيطالي الذي كان قويا وقتها، وكانت كلمته مسموعة. وأول جريدة أعلنت هذا الخبر لم تكن من كبار الصحافة في إيطاليا، بل كانت إل رومانيستا المختصة بأخبار فريق روما. وأول صحيفة كبرى نشرت الخبر بتفاصيله كانت لا غازيتا ديلو سبورت، والتي أيضا سربت فيما بعد أحكام المحكمة بخصوص الأندية المتورطة. بعد هذه التسريبات في 8 مايو 2006 استقال فرانكو كارارو من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وبعدها استقال مجلس إدارة يوفنتوس بالكامل في 11 من مايو 2006. بينما استقال لوتشيانو موجي بعد فترة وجيزة من تحقيق يوفنتوس لسكوديتو، وبالضبط يوم 14 مايو 2006. أما على مستوى البورصة الإيطالية فبين 9 مايو و 19 مايو 2006 فقدت اليوفي نصف قيمته السوقية بسوق الأسهم. أما بالنسبة للحكام فأغلبهم تم إثبات التهم عليهم إلا قلائل، من بينهم بيرلوتشي كولينا وروبرتو روزيتي الذي شارك في كأس العالم من نفس السنة، كأس عالم ألمانيا 2006. أما على مستوى العقوبات فبالنسبة لميلان خصم منهم 8 نقاط بعد أن كانت العقوبة الأصلية 15 نقطة من الموسم الموالي 2007، وخصم 30 نقطة من موسم 2006 بعد أن كانت العقوبة الأصلية 45 نقطة. أما فيورنتينا فخصم منهم 15 نقطة في الموسم الموالي 2007 بعد أن كانت العقوبة الأصلية هبوطهم لدوري الدرجة الثانية، وبالطبع منع أيضا من المشاركة في الأبطال لسنة 2007. أما لاتسيو فقد خصم منهم 3 نقاط في الموسم الموالي 2007 بعد أن كانت 7 نقاط، ذلك نظرا لأنه كان أقل فريق استعمالا لهذه الشبكة الهاتفية، ومنعوا من المشاركة في الدوري الأوروبي لسنة 2007. أما ريجينا فخصم منهم 11 نقطة في الموسم الموالي 2007
بعد أن كانت 15 نقطة، بالإضافة لغرامة مالية وصلت ل100,000 يورو على النادي. أما بالنسبة للرئيس باسكوالي فوتي فتم تغريمه ب30,000 يورو ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 2 أما بالنسبة لفريق اليوفنتوس فحكم عليهم بالهبوط للدرجة الثانية بعد أن كانت هبوطا للدرجة الثالثة أو أكثر في موسم 2007 مع خصم 9 نقاط في الدرجة الثانية بعد أن كانت 30 نقطة، بالإضافة لتجريدهم من لقب 2005 الذي لم يتم تعيين له أي بطل، ولقب 2006 الذي منح بعد ذلك للإنتر. وللتوضيح وكما سبق أن ذكرت من قبل أن كل هذه الفرق المتهمة هي متهمة بالتنسيق مع الحكام وليس التلاعب بنتائج المباريات، بما معنى أن كل هذه الفرق لم تكن تطلب من الحكام أن توجه المباراة لنتيجة معينة، بل هي فقط كانت تفضل بعض الحكام في بعض المباريات لكي يتساهلوا مع اللاعبين، وليس كما هو منتشر بشكل كبير بين الأوساط الكروية، حيث أن كل المحاكم التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قضت بأنه لا يوجد أي دليل على تلاعب بالمباريات وتزييف أي مباراة بموسم 2005 و2006 سواء على اليوفي، ميلان، لاتسيو، فيورنتينا وريجينا. بعد انتهاء كل هذه الإجراءات ظهرت العديد من الأصوات التي كانت مخالفة لقرار المحكمة، بحيث أن فريق يوفنتوس متهم بنفس تهمة الفرق الأخرى ولم يثبت عليه أبدا تهمة التلاعب بالنتائج سواء في موسم 2004-2005 أو في موسم 2005-2006. ومع ذلك كان النادي الوحيد الذي هبط لدور الدرجة الثانية، بينما باقي النوادي عوقبت فقط بخصم نقاط أو غرامات مالية. وكان السبب الرئيسي لهذه العقوبة حسب المدعي العام هي الاستعمال المفرط لهذه الخطوط الهاتفية وتدبيرها من طرف لوتشيانو موجي. وكان أيضا هناك جدل كبير حول سكوديتو 2006 الذي منح للإنتر بعد سلبه من اليوفي، حيث صرح كارلو بورتيدو المدعي العام الفيدرالي من 1998 إلى 2001 ونائب رئيس محكمة الاستئناف الفيدرالية أن هذا القرار كان خطأ فادحا ومتسرعا بشكل كبير، وكان من الواجب فتح تحقيقات أشمل وعلى الإنتر نفسه وباقي أندية الدوري الإيطالي، لكن الضغط كان كبير سواء من الإعلام أو الجماهير أو من اليويفا الذي منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 2 فقط لتسوية الأمور، مما جعل الأحكام على مختلف الأندية وخاصة اليوفي متسرعة. وشاركه أيضا في نفس الموقف فرانكو كارارو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وعضو سابق في الحزب الاشتراكي. ويقال أن منح اسكوديتو للإنتر سنة 2006 بدلا من إلغائه كسنة 2005 كان بسبب مصالح لبعض الأعضاء داخل الاتحاد الإيطالي. لكن الكالتشيوبولي لم يكن تأثيره السلبي على الأندية المعاقبة، بل كان أساسا على الدوري الإيطالي والبلاد ككل. أولا، الدوري خسر العديد من نجومه بعد الفضيحة أمثال ريكاردو كاكا، كانافارو، زامبروتا وليليان ثورام وغيرهم من اللاعبين الآخرين، وبالتالي أصبح الدوري الإيطالي إلى يومنا هذا بيئة غير جذابة للنجوم بل جذابة للاعبين الذين اقتربوا من إنهاء مسيرتهم، إلا يوفنتوس الذي كما ذكرنا لم يتأثر بالفضيحة بل بالعكس استفاد منها لبناء مشروع جديد استطاع من خلاله السيطرة على الدوري الإيطالي لمدة 9 سنوات متتالية والظهور بشكل أفضل على المستوى الأوروبي من قبل. أما إيطاليا خسرت اقتصادا كاملا قائما بذاته وهو السيريا الذي كان جذابا للسياح والمستثمرين الكبار ورجال الأعمال، وهو بالطبع لا يمكن لوم الاتحاد الإيطالي على معاقبة هذه الأندية المتورطة، لكن ما يلام عليه هو الصبر المبالغ فيه للتحقيق في هذه الفضائح، حيث أن الكالتشيوبولي بالرغم من أن موضوعه الأساسي كان تنسيق المديرين التنفيذيين للأندية مع الحكام، إلا أنها كانت قنبلة انفجرت وكشفت عن فساد كان يسود إيطاليا برمتها وقتها من لاعبين ومدربين متورطين في فضائح مراهنات وإعلاميين كبار مرشيين من طرف أندية كبرى لتلميع سمعتهم أو نشر أخبار معينة أو إظهار أندية أخرى بشكل سيء أمام الدوري الإيطالي، وعائلات مالكة متورطة في تهديد اللاعبين للانضمام أو مغادرة ناديهم. فباختصار توضح فيما بعد أن كل من كان بالدوري الإيطالي كان يشتغل لمصلحته وليس على أساس مبادئ أخلاقية معينة، وبالتالي فكرة القدم الإيطالية وقتها
كانت قائمة على بحر من الفساد انهار بلحظة واحدة، وهو ظهور الكالتشيو بولي. فبالتالي الاتحاد الإيطالي لم يخطئ أبدا بمحاسبة الأندية المتورطة، بل أخطأ في الانتظار طوال هذه السنوات إلى أن قام بالتحقيق معها، ولم يحقق مع كل الأندية وعلى كل الجوانب. والآن بعد أن وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، واتركوا لنا تعليقاتكم في خانة التعليقات حول المواضيع التي تريدوننا أن نتحدث عنها في الحلقات القادمة. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.